قام أمير الرياض الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز اليوم مع الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد بزيارة للزملاء في برنامج المجلس على قناة الدوري والكأس القطرية على الهواء مباشرة. وزاروا اليوم أيضا استديو قنوات بي إن سبورت الرياضية وعدد من المراكز الإعلامية المقامة بمناسبة بطولة خليج 22 في الرياض. وأكد الرئيس العام لرعاية الشباب لقناة الدوري والكأس أن الأمير تركي بن عبد الله حضر إلى المجلس للاطمئنان بنفسه على كل شيء، والأهم في بطولة خليج 22 هو التواجد الخليجي والتجمع. وأضاف: جئنا للمجلس حرصا عليكم لنرى ما تحتاجون، ولكن لا ينقصكم أي شيء، وسنحرص على إبقاء البطولة في الرياض، وإن ذهبت لغيرنا فنحن سنحتفل مع الفائز. الأمير تركي بن عبد الله طبعا كان له جهد كبير جدا قبل بداية البطولة في الأربع أو خمس أيام الأخيرة اللي سبقت البطولة، كان في جهد كبير منه ومن الرئيس العام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب يعني الوضع الساكن كان لعملية تنظيم البطولة. أمارة الرياض سوت فعاليات، أمير منطقة الرياض يتواجد في عدة مواقع، الرئيس العام تواجد في أكثر من مكان، في جهد كبير جدا كان مبذول لإبراز هذه البطولة. الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض يتحدث بعد حفل اللي يقيم البارحة للوفود الخليجية المشاركة. بسم الله والحمد لله وبه نستعين. العرس الخليجي دائما قائم وللحمد، ما توجه لقاء قادتنا الله يحفظهم جميعا بهاللحمة الوطنية العظيمة اللي رأناها في خليجنا المبارك. ما بعد هاللقاء لقاء الأحبة لتجسيد جميع ما نملك في دول الخليج جميعا قاطبة، واستغلناها فرصة في مدينة الرياض عاصمة الحبايب كلهم أن نستغلها بهذا الفرح العظيم، أن نعبر عن بعض من شعورنا الأخوي والعائلي ما بيننا البعض كأبناء الخليج واحد إن شاء الله. سمو الأمير، في حفل اليوم شعرنا جميعا كخليجيين بأن هذه البطولة ولا يوجد خاسر في هذه البطولة. أبدا، بطولة الخليج دائما وأبدا بفرقها الثمانية جميعهم فرحانين وجميعهم إن شاء الله كسبانين دوما إن شاء الله. أنا أشكر الجميع صراحة، وأشكر جميع الأخوان اللي حضروا مباريات وشجعوا هذه الفرق في الملاعب، ونحتضنهم في مدينة الرياض بالأنشطة والفعاليات التي مهما سوينا مهما عملنا، بالأنشطة الفلكلورية، بالأنشطة الثقافية، بالأنشطة التراثية، كذلك بالأنشطة الفرق الشعبية والأنشطة الطبخ والمطبوخات الخليجية، وكذلك الطبخ ثقافات اللي موجودة عندنا في خليج الواعد. نرحب بهم جميعا وحنا نشكرهم على هذه التواجد بيننا وتواجد عرس الخليج الذي راح يتكرر بإذن الله في كل سنتين. أنا ودي كل سنة، بس كل سنتين زي ما قالوا أصحاب الشأن نحن معاهم، والعرس الخليجي راح يتكرر بهذا، وإن شاء الله نطمح لأنها تكون أولمبياد زي ما صرح سمو سيد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز. أول شيء ما بشك الجمهور الفائز في هذه السنة هو الجمهور اليمني. الجمهور اليمني أبدع ما شاء الله من مشاركاته القيمة، مشاركاته الممتازة، ولكن الجميع شارك، من قطر، من البحرين، من الإمارات، من العراق، من جميع أقطار الخليج. الأقطار المنافسات ولله الحمد بهالأجواء الطيبة راح تزود إن شاء الله في جمهور السعودي كذلك إن شاء الله. سمو الأمير، حظوظ المنتخب السعودي في خليج 22 أنا زي ما قلت أنت قبل شوي جميعهم فائزين، الحظوظ ما بشكل الآن الحظوظ شبه متساوية لله الحمد، فأنا فرحان في أي فريق يصعد ويتوج إن شاء الله. يمكن المنتخب السعودي هزم المنتخب البحريني سمو الشيخ سمو الأمير في الكورة بس فقط. نعم يا أخي، مو بغريب أن المنتخب السعودي يهزم منتخب البحرين. المنتخب السعودي منتخب قوي ومعد إعداد جيد، لكن احنا عطيناكم هدايا ما سجلتوا علينا.